يا صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا يبقى النهارده مختلف شويه. طبعا كلكم عارفين ان الجو هنا تلج، غير مصر الجو فيها ممكن في الشتاء تستحمله، ولكن هنا الجو وحش، ساقع على طول، مفيش جو معتدل في الشتاء. لا، هو شتاء يعني شتاء خلصت. والمشكله كمان ان هنا اغلب شهور السنه شتاء، يعني الايام اللي فيها جو كويس معتدل او جو حر في الصيف، الشهور الصيفيه دي قليله. المشكله بقى ان الواحد يعني جسمه متعود على الساعه بتاعتنا شويه. اي نعم لازم تلبس تقيل والكلام ده كله، ولكن انت هنا جسمك يعتبر متعود شويه. فلما كان بيجي لك دور برد ولا حاجه فانت بتستحمله، اللي هو دور البرد بتاع الساعه بتاعت هنا، اللي هو بياخد له يومين 3 4 ايام، يا اخي قول اسبوع، وبعد كده الدور ده بيروح لحاله بشويه ادويه مضاد حيوي والكلام ده كله يعني، والامور بتعدي. لكن انا جالي دور برد، ولكنه مش دور البرد اللي هو بقى سخونيه وحراره والكلام ده، دور كحه. يعني عارف انت اللي تقعد تكح. فانا جالي الدور ده دخل معايا في 3 اسابيع. يعني انت قاعد بالك 3 اسابيع انت ميت، عمال تكح بطريقه غريبه، يعني فاهم اللي هو انت ما بتقفش، انت شغال على طول، مفيش بالليل ما بتعرفش تنام، عندك صداع دايما، صدرك بيوجعك، الحاجات دي كلها. لكن بقى مفيش عندك ولا سخونيه ولا الحاجات دي، هو دور الكحه العادي. فالواحد بصراحه شك في نفسه، وقلت اروح اعمل التحليل بتاع الكورونا ده، اللي هو التنبوني ده، اللي هم بيدخلوا مش عارف خازوق كده هنا اللي يوصل لحد مخك، يجيب من مخك اي حاجه كده عشان يحلوها. المهم رحت عملت، فما لقيتش حاجه، يعني انا ما عنديش كورونا، ولكن الدور مستمر. تاخد علاجات ومضادات حيويه، انا مخلص 3 ازاز مضاد حيوي وحبوب ومسكنات، ويعني بص قتلت نفسي علاجات واروح اكشف. الدكتور قال كلمه غريبه، قال دور البرد الموجود اليومين دول بيقعد 20 يوم، يعني مش اقل من 20 يوم. طب انا ليه حضرتك اقعد شهر تعبان يعني؟ ولا بتنزل شغل هنا بقى تقعد تجوع وتعبان وبتاع؟ مش هينفع تروح شغلك، هتروح فين؟ محدش هيستقبلك اصلا، والناس هتبقى منفره منك وهيبعدوا عنك قاعد على النت. فلاحظت ان ناس طالعين كتير ابتدوا يشتكوا هم كمان من دور الكحه، اللي بقاله اسبوعين، اللي بقاله شهر، اللي بقاله بتاع. فالموضوع غريب. الفكره بقى ان كل اللي بيشتكي واخد التطعيمات ال3. عارفين انتوا التطعيمات بتاعت اللي احنا خدناها بتاعت الكورونا دي؟ فهنا اتفرض 3 تطعيمات، معرفش في مصر كنت سامع ان في 2، معرفش كان في 3 ولا لا، وناس ما خدتوش والكلام ده كله. ولكن هنا كان اجباري ان انت تاخد ال3 تطعيمات، يا اما مش هتتحرك. يعني انت مش هتروح في حته، انت هتدنك قاعد مكانك، 3 تطعيمات هتقدر تتحرك بعدين. الفكره بقى يا سيدي ان احنا كل الناس اللي اشتكت من التعب ده واخدين ال3 تطعيمات. فهل التطعيم هو السبب؟ تطعيمات كورونا هو السبب ان احنا نبقى تعبانين كده؟ طب ازاي؟ انا لاحظت ان انا المناعه بتاعتي ابتدت تضعف. يعني انا بعد خدنا ال3 تطعيمات دول المناعه بتاعتي ابتدت تضعف. احنا خدنا التطعيمات في 2020 والكلام ده كله، ولكن هل التاثير السلبي على صحه الانسان وبتاخد وقت كبير مثلا؟ يعني محتاجه وقت على ما تبتدي تشتغل في الجسم والكلام ده كله. انا اولا ما كنتش مستحمل موضوع التطعيمات وموضوع الكورونا، ما كانش داخل دماغي اصلا. ولكن البلد هنا بتفرض عليك، هنا ما ينفعش انك تعمل اي حاجه او تتحرك من غير التطعيم. ما فيش هنا انا ممكن ادفع فلوس واخد الشهاده ان انا متطعم، ما فيش هنا الكلام ده كله. الدوله عارفه عنك كل حاجه من يوم ما حطيت رجلك في البلد دي. الدوله بتبقى عارفه عنك كل حاجه، تاريخ حياتك كله عندها، خط سيرك، هتعمل حاجه وتهرب هتتجاب. بص هم انت في كل حته هنا معروف انت ايه، يعني انت بالنسبه للدوله هنا انت معروف. على ما اعتقد ان التطعيمات هي السبب، لان الواحد مناعته ابتدت تضعف في حاجات كتيره جدا. مناعتي ما بقتش بتقدر تستحملها زي الاول، يعني الاول كنت استحمل اي حاجه عادي، وبما اني مصري مناعتنا اقوى من الاوروبيين. وما اعتقد ان التطعيمات ده هي السبب، لان الحاجات اللي كان واحد بيستحملها ما بقاش الواحد يقدر يستحملها دلوقتي. فربنا يستر ما تكونش التطعيمات هي السبب، ويكون دور مثلا شديد جه كده، دور برد معدي كده علينا ولا حاجه، والناس تعبت وخلاص وراحت لحالها، ما يكونش التطعيم. لان التطعيم لو هو السبب هنضيع، يعني احنا كلنا هنضيع، لان مناعتنا كلنا هتبقى تحت الصفر. ربنا يستر ما تكونش التطعيمات، ولكن انا اخمن انها التطعيمات هي السبب، لان المناعه بتاعتنا ابتدت تضعف وناس كتير ابتدت تشتكى، وتقريبا كده مفعولها بيبتدي يشتغل بعد فتره، يعني بتاخد وقت عشان تبتدي تنتشر في الجسم وكده. بقى نكون هنا الفيديو بتاعنا قبل الفيديو ما يتمسحش، لان زي ما انتم عارفين مش مسموح لاي حد يتكلم في الحاجات دي، ولكن انا قلت اعمل فيديو انزله. ولو حد فيكم حاسس باي حاجه خد التطعيمات وحاسس باي حاجه المناعه عنده ضعفت، ابتدى يتعب اكتر، الكلام ده كله، فيا ريت تكتب لنا في الكومنت ايه اللي حصل معاك وايه اللي زاد معاك من بعد ما خدت التطعيمات دي. احنا عايزين كل الناس تستفاد، عايزين الناس كلها تخلي بالها من اللي جاي.
لان ربنا يستر من اللي جاي. اللي جاي ممكن ما يبقاش الطف حاجه خالص. قبل ما اسيبكم يا ريت بعد اذنكم تشيروا الفيديو في كل مكان وتشترك في القناه وتدينا لايك حلو. اتمنى ان انتم كلكم تكونوا بصحه وخير، فيا رب ان شاء الله كل اموركم تبقى كويسه جدا، واتمنى لكم الف صحه. اشوفكم على خير يا شباب. سلام.